السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ وحقادنا مادتيني عربي هي وحدة الرابعة مرينا الدرس السادس عشر كالحادة مرينا مناسبة خالدة مناسبين وارتي أي كاد لسا إن شاء الله إمي كوري أسجل دون عشر كينا دو إلى إرادو. أسرة يوسف قوسك يوسف التي تقيم في مدينة الجوهر kuwaasoo deganaa magaalada Jowhar. Qoyska oo Yuusuf waxay deganaayeen magaalada Jowhar ay deganaayeen. قررت السفر waxay go'aansatay safar إلى مقديشو العاصمة لقضاء العاصمة. waxay go'aansadeen inay u safraan magaalada Maqdisho oo caasimadeena ama caasimada ah inay aadaan ayay go'aansadeen qoyska Yuusuf لقضاء أسبوع si ay usbuuc ula joogaan مع بعض الأقرباء qaraabadooda si ay toddobaadyo ula soo joogaan ama ay waqti ula soo qaataan ayay u aadeen. وكان جميع أفراد الأسرة dhamaan qoyska dhamaantooda waxay ahaayeen masruuriin kuwa faraxsan ay ahaayeen. qoyska dhamaantooda qof walba oo qoyska kamid ah masruuriin way faraxsan bihadii rihla ama rihla safarkan ay soo aadeen ay aad ugu farxeen qoyska dhamaantooda. الأم هويدا waxay tiraahday إنها فكرة طيبة أيضا فكرة wanaagsan سوف نحضر وان كسو قيب قلي دونا هنالك الاحتفال باليوم الوطني وان كسو قيب قلي دونا مالنت قرنك مالنت حسك قرنكينا أما قرنك وان كسو قيب قلي دونا أي تراهد هويدا في الأول كوذا أو من يوليو كوذا لوليو وان كسو قيب قلي دونا مالنت قرنك حسك هذا. البنت الصغرى قبل يرد هذا شوحي تراهد لماذا تحتفل الصومال بهذه المناسبة؟ لماذا تحتفل محي دبال دقايان الصومال بهذه المناسبة؟ مناسبة محي دبال دقايان قبل يرد سؤاش سويديسي هويدا وحي ترى الأم هذه مناسبة عظيمة مناسبة داني ومناسبة ويان أي ترى ولها ذكرى وحين ليدا حصوص أي ليدا خالدة مقورتأ حصوص وارتو وأن نقورين أي ليدا تذكرنا وحين حصوصسا مناسبة وحين حصوصتا باليوم الذي نالت الصومال في استقلالها مالنتي صومالي أي قادي أما أي خاضتي حرنمض أي خاضتي أي نصو حصوصسا وتحققت فيه الوحدة الصومالية يومالنتي صوماليا أي مذودي midnimadii Soomaaliyeed ee ay gaartay waa inay xusuusisaa maalintan hooyadaas oo jawaas gabadhii yarta يوم 1 يوليو عام 1960 كودي لوليو sanadkii 1960 ay dhahday hooyada gabadheeda sidaas ay u baraysaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. casharku wuu sii socdaa insha Allah iminka waan sii qaadan doonaa doo Ilaahay.